شكرا الأخ نور الدين. بداية لا بد أن أنطلق من حيث انتهى سيد النائب البرلماني المحترم محمد الصباري. فعلا أنه اليوم لم يعد مقبولا أن يتم تناول هذا الملف وهذه القضية داخل اللجنة الرابعة، على اعتبار أنه إذا تم تناوله مستقبلا في هذه اللجنة فإن هذا الأمر يتناقض مع هذا القرار أو مع مخرجات هذا القرار التاريخي المهم الذي تجاوز مسألة تصفية الاستعمار إلى مسألة إقراره بسيادة المغرب على صحرائه، وعلى كذلك جدية واقعية الحكم الذاتي، على اعتبار أنه الحل الأقرب لحل هذا النزاع المفتعل. هذا من جهة. من جهة أخرى، حتى على مستوى الاتحاد الأوروبي يجب كذلك على الاتحاد الأوروبي أن يتجاوز بطبيعة الحال أو أن كذلك يبني مستقبلا أي شراكة تربطه ببلادنا، سواء متعلقة بالصيد البحري أو الفلاحة أو إلى غير ذلك، على مخرجات هذا القرار. وهو كذلك كما يجب أيضا أن تقوم به محكمة العدل الأوروبية من خلال مراجعة كذلك قراراتها السابقة عملا بهذا القرار الأممي المهم. هذا من جهة. من جهة أخرى، اليوم خاصنا نتكلموا على مسألتين في تناول هذا القرار التاريخي المهم. هو أنه هذا القرار أولا تجاوز يعني الآليات الكلاسيكية التي بنت عليها البوليساريو، يعني أطروحتها والمتمثلة أساسا في الانفصال وفي كذلك الاستفتاء، على اعتبار أن مسألة الانفصال هي حسمت اليوم بهذا القرار المهم، وكذلك على اعتبار أن الاستفتاء عمليا غير ممكن، على اعتبار أنه حوصر بواحد المعطى مهم اللي هو معطى الهوية. من هو الإنسان الصحراوي الذي يحق له أن يشارك في عملية الاستفتاء؟ فبالتالي اليوم هذه الآليات الكلاسيكية التي بنت عليها البوليساريو أطروحتها لم تعد مقبولة ولا مكان لها اليوم بصدور هذا القرار. فبالتالي ينتظرنا عمل مهم جدا على مستوى الاتحاد الإفريقي، عمل كبير جدا على مستوى الاتحاد الإفريقي. وأولا على مستوى هذا الاتحاد يجب العمل على تغيير أو على إعادة النظر في توصيف عضوية الاتحاد الإفريقي، أي أن أي دولة أو أن هذا الوصف الذي يتيح لأي دولة انضمام الاتحاد الإفريقي يجب إعادة النظر فيه، على اعتبار أنه من غير المقبول اليوم أن يكون هناك تنظيم لا يشكل دولة، لا يشكل يعني دولة بمقوماتها يعني المعروفة، أن يبقى منضما للاتحاد الإفريقي. يجب على الاتحاد الإفريقي كذلك أن يؤسس على هذا القرار الأممي، على اعتبار أن منذ عودة المملكة للاتحاد الإفريقي سنة 2017 وفي سنة 2018 تحديدا تبنى الاتحاد الإفريقي واحد الموقف اللي هو مهم على أن هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء يجب أن يكون اختصاصا حصريا، أو يجب أن يتم النظر فيه على طاولة الأمم المتحدة وليس على طاولة الاتحاد الإفريقي. فبالتالي يجب على الاتحاد الإفريقي اليوم أن يعيد النظر في هذا الانضمام، هذا الكيان الذي هو تنظيم وليس دولة قائمة للاتحاد الإفريقي. هذا من جهة. من جهة أخرى ينتظرنا كذلك عمل مهم فيما يخص تكثيف الحضور الدبلوماسي والإعلامي على الصعيد الإفريقي لبناء مرتكزات، يعني للبناء على مرتكزات هذا القرار الأخير لمجلس الأمن. كذلك يجب استثمار هذا الزخم الدولي الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية، والذي يؤكد سيادة المغرب على صحرائه لحشد المزيد من دعم الدول الإفريقية على وجه الخصوص لمقترح الحكم الذاتي ولكذلك سيادة المغرب على صحرائه. من جهة أخرى يجب أيضا العمل على تعزيز أيضا أو بناء جسور ثقة مع الصحراويين المقيمين بمخيمات سينتوف، خاصة وأنه كانت هناك يعني قطيعة اللي هي دامت قرابة نصف قرن، قطيعة مبنية على واحد فكر وحيد وأوحد اللي هو مبني على سوء الفهم.
للأسف اللي عندها الصحراويين المقيمين بمخيمات تندوف، لأنهم في الحقيقة هم ضحية. أنا أعتبرهم اليوم أنهم ضحية لواحد الفكر اللي كرسته جبهة البوليساريو. واحد الفكر اللي هو ينظر يعني إلى الموضوع بواحد نظرة، يعني نظرة واحدة، اللي ما كتحش المجال لأنه يعني الهاو الصحراويين أنهم يعرفوا حقائق الأمور سواء على الأرض، ويعرفوا كذلك أنه اليوم المنتظم الدولي أصبح ينظر إلى هذا الملف من زاوية أخرى. وخير دليل على كلامي هو أن الأخ مصطفى سلمى في 2010 منين توجه المخيمات سيندوف على أساس أنه يعني يعطي رأيه فيما يخص يعني جدية وواقعية مقترح الحكم الذاتي، للأسف جوبها بالاحتجاز، وجوبها بمجموعة من بواحد الخطاب اللي هو خطاب للأسف تحريضي في حقه. واليوم كيف نقول يعني، وكيف قلت، يجب إعادة النظر كذلك أو يجب على هؤلاء الصحراوي المتواجدون بمخيمات تندوف أن ينظروا إلى الأمر أو إلى هذا الملف من زاوية أخرى، وأن لا يبقوا حبيسي هذا الفكر الذي بطبيعة الحال ما أدى حتى لشي نتيجة على مدى 50 سنة. شكرا سي